صباح الخير. انا جيت من فتره كنت بتفرج على فيلم هندي اسمه سوبر 30 بيحكي قصه مدرس قرر ان هو هيدرس الطلاب الغير قادرين بالمجان. وبعد فتره بدا يكون في تحدي بينه وبين القائمين على نظام المدارس وكده، وقرروا ان هم هيعملوا اختبار ما بين طلابه وما بين الطلاب بتوع المدارس. وكان كل التاسك ان هم هيشوفوا مين اللي هيجيب درجات اعلى. لقوا ان بتوع المدارس جابوا درجات اعلى. لما رجعوا له قال لهم ايه، يعني ما كان الاسئله ما كنتوش عارفينها ولا كانت الاسئله صعبه؟ محدش رد عليه، لان هم قالوا له بالعكس كنا حلينها قبل كده والاسئله ما كانتش صعبه قوي. طيب ليه ما حلتوش؟ محدش عارف يجاوب، لحد ما قال لهم اتخيلوا نفسكم كل واحد في الجامعه اللي هو بيحلم بيها، اوريدي بيحقق حلم. كانت اجابتهم ان الحاجه اللي مخوفاهم، انا شعري مش كويس، هيتريقوا على هدومي، انا مش معايا فلوس، الانجليش بتاعي مش كويس. تاني يوم كان عندهم عيد، وانتوا عارفين في الافلام الهندي يحبوا الاغاني والحاجات دي والهيصه، فقال لهم خلاص بكره هتعملوا بيرفورمانس قدامهم بالانجليش، وهم ما حدش فيهم بيتكلم انجليش. فراحوا فعلا وعملوا البيرفورمانس. كان في شويه تريقه في الاول بس قدروا يتغلبوا عليها. الموقف هنا بيورينا قد ايه اغلبيه خوفنا بيكون هنا مش بره. اغلبيه الخوف احنا اللي مصورينه لنفسنا ان هو قد كده، في حين ان هو ابسط من كده بكتير. كتير في الجلسات لما بنكون مثلا بنشتغل على تروما في الخوف، بتكون المخاوف الشخص نفسه، عشان لما بنرجع للتشايلد الشخص نفسه وهو كبير باي ديفولت بيلاقي نفسه اللي هو لا، ما هو ده مش راشنال، ده مش عقلاني ومش طبيعي. الطفل او مخاوفنا بتكون في دماغنا حاجه كبيره جدا ومسببه لنا مشاعر كتير قوي، لدرجه ان هي فعلا ممكن تكون موقفانا، لكن الحجه بتكون جوانا احنا اللي خايفين ناخد الخطوه، احنا اللي في حاجه موقفانا، في حاجه بلوك. كلنا عندنا الحته دي وكلنا عندنا المبررات الكافيه. هما كان ممكن يقولوا ما نجحناش في الامتحان وخلاص، كانت واحده فعلا ان هو هيقفلوا المكان اللي بالمجان ده وخلاص. لكن نحاول دايما نفكر ايه اللي موقفنا. كل حد فينا عنده الحلم او الحاجه اللي بيحاول يوصل لها. ليه ما نتخيلش نفسنا هناك ونشوف ايه الشعور او ايه الفكره او ايه الحاجه اللي عامله لنا بلوك، اللي موقفانا ان احنا نقدر ان احنا نوصل لده. انا مش معايا فلوس كتير، في غيري يوصل من غير فلوس؟ نبدا نفصصها باسئله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو امنا بالايه دي هندرك قد ايه ربنا حرفيا مش هيحطنا في تاسك اكبر مننا خالص. لو في حاجه قدامي دلوقتي وانا بواجهها، خلاص انا واثقه ان هي على قد قدراتي بالظبط، انا معايا التولز بتاعتها، معايا اللي اقدر احلها بيه. لو وثقنا في الموضوع ده وقدرنا فعلا نشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي مخوفنا، ايه اللي رعبنا، ايه اللي موصلنا للدرجه دي، ايه الفكره اللي في دماغنا موقفانا، ونبدا نناقشها بالعقل. مش لازم حتى نشتغل معاها بالشعور مع شخص مختص، بس اتليست بالعقل. هل ده واقعي؟ طب هل في حد وصل للنقطه دي او عمل الحاجه دي غيري؟ هتلاقي كتير. مستحيل ما تلاقيش حاجه حد عملها يعني قبلك، ما حدش عملها قبلك عادي، الا بقى لو في انوفيشن، وساعتها يعني خلاص انت محتاج ان انت يعني تيك ريسك، عشان انت فعلا عندك شجاعه انك ربنا مديك جفت بحاجه تيك ريسك فيها. نحاول نحقق احلامنا اهم من كده بكتير. نحاول نوصل لها، وشويه بشويه نزق الكومفورت زون بتاعتنا. يعني مش لازم مره واحده نروح نخرب الدنيا، لا، واحده واحده، ستيب باي ستيب. هتخيل النهارده انا هناك في ايه الفكره بس اللي طلعت لي النهارده كذا، هبدا احلها واناقشها. طب وبعدين كذا، وهبدا احلها واناقشها.
فكره فكره بالراحه، بحيث ان احنا نبقى لا بنضغط نفسنا وبنرمي انفسنا للتهلكه ولا الكلام ده كله، ولا نخض نفسنا، بس في نفس الوقت بنتحرك، يعني كاننا بنفتح الحدود بتاعتنا واحده واحده. صباحكم فل ويومكم حلو وايامكم كلها شجاعه وتغيير للافضل.